لو اول مرة تخزني الورق العنب، الفيديو ده تابعيه وهتلاقي فيه كذا طريقة. زي ما انتم شايفين كده احنا جايبين ورق عنب. الورقة لازم تبقى صغيرة بالشكل ده عشان تبقى اللفة معاكي تبقى مظبوطة جدا، الصباع ما يبقاش ولا كبير ولا صغير. تمام كده. هنبتدي اول حاجة كده نحط شوية مية على النار ونخليهم يسخنوا جامد، ونعصر عليه ليمونتين عشان احنا هنخزنه. بعد كده هنحط كمان ايه، هنحط معلقة كبيرة من السكر مش ملح. عشان احنا هنخزنه ما نحطش ملح، هنحط معلقة كبيرة من السكر بس كده. وجنبيها كمان هنحط مية ساقعة، ولو محبب مية بتلج. تمام. علشان اول ما نحط الورق العنب ويغير لونه بس، مش عايزين نسلقه بالشكل ده. انا اول ما احطه كده مش هكمل دقيقتين واجيب، يا دوبك هجيب الكبشة دي وهقلبها على طول، ما خدش معايا وقت. اشيل على طول كده على المية الساقعة او المية بتلج من غير اي حاجة. تمام. واول ما اخلص الكمية بقى اللي عندك، وانا بقولك معلومة، انا بغسل الورق العنب قبل ما بحطه في المية السخنة عشان لو في تراب ولا حاجة. بص المية مش محتاجة حاجة، ما فيهوش ولا تراب ولا حاجة. انا بغسله الاول علشان يبقى الورقة نظيفة. هحط كده الدور التاني بالشكل ده. ولو حسيتي ان المية بردت سيبيها تسخن شوية، وبعد كده هنبتدي نسلق الورق العنب. وبعد ما نخلص الكمية كلها برضو بص ما فيش ثواني هقلبها على طول واشيله في المية الساقعة. انا كده هحاول اشيل الجزء اللي انا عملته الاول، وبعد كده هحط مية ساقعة تاني علشان المية خدت السخونة بتاعت الورق العنب وبردت لي المية. تمام. وبعد كده اما اخلص الكمية كلها هبتدي بقى اكيسه. هنا عملت لكم جزء بالورق الاخضر ازاي اخزنه. انا بلفه كده على طول واحطه في كيس بلاستيك من اللي هو بتاع التلاجة بالشكل ده. تحطي الكمية اللي انت عايزاها تلفيه بالشكل اللي انا لفيته. اهم حاجة ان انت تفرغي الهواء تماما اللي فيه بالشكل ده، ما يبقاش فيه اي نفس، ونربطه كويس ويبقى معايا بالشكل ده. انا بقى سبت الكمية التانية بردت ولفتها بالشكل الجميل ده. تقدري تلفيه حطيه فوق بعضه كده، وشلت العنقود بتاعه، وممكن ترصيه فوق بعضه زي الاخضر. تاخدي الكمية اللي انت عايزاها بالشكل ده. وكمان في العيدان دي انا حطيتها برضه في كيس لو بتحبوا تستعملوه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.